لست بوارد الحكم على تشابي ألونسو. من الواضح أن الرجل يحتاج إلى الوقت، لكن من الواضح أكثر أن الرجل يتخبط بأفكاره وخططه وتغييرها. ألونسو أتى إلى ريال مدريد وهو يحمل مشروع، وتعاقد مع لاعبين لخدمة هذا المشروع والخطط. تعاقد مع ترينت ألكساندر، وتعاقد مع كاريراس ليلعب خطة 3-5-2، وتعاقد مع هويسن اللي بيعرف يضرب دفاعات الخصم بالكرات الطويلة. بدأ بهذه الخطة بكأس العالم، طبقها بعدة مباريات، ووصل إلى مباراة PSG مرعوب. غير من الخطة فكانت الخسارة الكبيرة. قام غير كل الخطة. صرنا نشوف ترينت على الاحتياط، صرنا نشوف فيني، صرنا نشوف رودريجو. فجأة لقينا ماستنتونو أساسي، علما أنه ماستنتونو لاعب واعد ولديه مستقبل كثير كبير، لكن حتى اللحظة لم يقنع أحد بأنه أساسي بريال مدريد. هيدي واحدة. اثنين، أنت ارتكبت الخطأ الأكبر واللي كان أنشيلوتي أذكى منك. كروس من فترة صغيرة بيقول أنشيلوتي لم يكن يقول لنا ماذا نفعل، كان يقلنا روحوا انتوا بتعرفوا شو بتعملوا. وهذا الشيء كفيل انه يخلي لاعبين الكبار ينفجروا، يستمتعوا، ينزلوا يقدموا اللي بدهم اياه، لانه مدربهم عطيهم كل الثقة وهن عم بيمتعوا الجمهور. فيني اليوم واحد من اهم اللاعبين بالعالم، شاء من شاء وابى من ابى، وانا منهم. غاب 10 مباريات متتالية عن التسجيل والصناعة لأنه غير سعيد. لأن وقت بدك تفضل عليه أي لاعب، مطلق لاعب، وهو اللاعب الأول أو الثاني بمنظومة ريال مدريد، أنت غلطان. غونزالو بكأس العالم وتلاقي عندك رأس حربي تقليدي تحتاجه ببعض المباريات المغلقة، دمرته. عمل هداف بكأس العالم، اجى على الدوري الإسباني شارك ب 122 دقيقة فقط. رودريجو راح يعمل رقم قياسي تاريخي بريال مدريد ب 29 مباراة من دون تسجيل، بعد عنده مباراة وحدة وبيصير مثل ماريانو دياز. والسبب انت، لأنه رودريجو كان متألق قبلك. ألونسو عليه مراجعة نفسه ومراجعة خططه والتفكير جديا في كيفية احتواء نجوم ريال مدريد، وإلا سيفقد منصبه. بيريز منه من النوع اللي كتير بيصبر.